سألت نفسك قبل كده ليه ساعات بتحس ان الوقت بيعدي بسرعة الصاروخ وساعات تحس ان الوقت واقف مش بيتحرك؟ يعني ليه الاجازة بتخلص في ثواني لكن لما تستنى دورك في طابور تحس ان الدقيقة بتعدي كأنها ساعة؟ طب هل الوقت فعلا بيتغير ولا ده مجرد احساس؟ خليني احكي لك. اول حاجة لازم تعرفها ان الوقت مش شيء ثابت زي ما احنا متخيلين. في علم الفيزياء كان العالم اينشتاين بيقول ان الوقت نسبي، وده مش بس على مستوى الكون، ده حتى على مستوى ادراكنا ليه. لما بتكون مستمتع ومركز في حاجة بتحبها مخك بيشتغل بكفاءة عالية وبيفرز هرمونات السعادة زي هرمون الدوبامين، واللي بيخلي احساسك بالوقت بيقل. يعني العقل مش بيركز على مرور الدقايق بل بيكون غرقان في اللحظة نفسها، وده السبب ان انت تحس ان الساعات بتطير لما بتكون بتعمل حاجة بتحبها، على العكس تماما لما تكون زهقان ومستني حاجة. جسمك بيكون في حالة مراقبة للوقت بدل ما يكون مشغول بحاجة مفيدة، ولان العقل مش لاقي حاجة يركز فيها بيبدأ يديك احساس ان الوقت بطيء جدا، وده السبب انك تحس ان الدقيقة في الامتحان او في الطابور بتطول قوي. واكيد لاحظت ان وانت طفل الصيف كان بيحسسك انه سنة، لكن دلوقتي بتحس ان السنة كلها بتعدي في لمح البصر، وده لان كل تجربة جديدة بيعيشها المخ لاول مرة بتاخد منه مجهود اكبر لمعالجتها، فبالتالي بيحسسك ان الوقت اطول. لكن لما تكبر حياتك بتبقى مليانة روتين فمخك بيسجلها بسرعة وبتحس ان الوقت بيجري. طب يا ابو حميد هل ممكن نبطئ الوقت ده؟ طب بص معايا، بما ان الموضوع مرتبط بادراكنا في طرق كده تخليك تحس ان الوقت ابطأ. اول حاجة جرب حاجة جديدة. لما بتجرب انشطة مختلفة مخك بيسجلها كذكريات مميزة وبيحسسك ان الوقت اطول بكتير. تاني حاجة عيش اللحظة. لما تركز في التفاصيل بدل ما تفكر في المستقبل احساسك بالوقت بيتغير. تالت حاجة قلل الروتين. كل ما حياتك تبقى مكررة كل ما تحس ان الوقت بيطير من غير ما تحس بيه. الخلاصة الوقت لا بيجري ولا بيبطأ، احنا اللي ادراكنا ليه بيتغير حسب حالتنا النفسية. سؤالي ليك، ايه اكتر موقف حسيت فيه ان الوقت طاير وامتى حسيت انه مش بيتحرك؟ قول لي رأيك في الكومنتات وما تنساش اللايك والشير. سلام.